قرعة كأس العالم للأندية والأهلي في طريق ريال مدريد. كمان الأهلي بيخلص صفقة مهمة جدا ومهاجم قوي جدا، هقوله لك في نهاية الفيديو. كمان الحساب الرسمي لريال مدريد على الفيسبوك ذكر الأهلي كمنافس محتمل هيقابل ريال مدريد في كأس العالم للأندية. السلام عليكم وأهلا بكم جميعا على قناة عبقرينو. أتمنى بس قبل ما نتكلم في الموضوع اشترك في القناة، فعل زر الجرس، شير الفيديو وحطوا لايك جميل. ده الحساب الرسمي لريال مدريد، حط المنافسين اللي احتمال يقابلوه في بطولة كأس العالم للأندية ومن ضمنهم الأهلي، لأن القرعة حطت في سكته الأهلي وأوكلاند سيتي وسياتل الأمريكي، فاللي هيفوز فيهم ويقابله في نصف النهائي واحد من الثلاثة دول المحتملين يقابلوه. فهو رفع كده على صفحته على الفيسبوك. القرعة بتقول إيه بقى يا سيدي؟ تقول الأهلي هيقابل أوكلاند سيتي يوم 1/2 في الدور التمهيدي، ثم اللي هيفوز هيلعب في ربع النهائي مع سياتل الأمريكي، ثم اللي هيفوز هيروح يلعب في نصف النهائي مع ريال مدريد، ودي قرعة الأهلي. أما بالنسبة للهلال هيقابل الوداد، ثم اللي هيفوز هيروح يقابل فلامونجو البرازيلي، ثم بعد كده اللي هيفوز هيروح يلعب في النهائي. وده يا جماعه جدول المباريات كامل من اول يوم لاخر يوم، من اول الدور الاولاني التمهيدي لحد النهائي، تقدر تشوفه بقى براحتك وتعرف المواعيد بالظبط. اما بالنسبه للاهلي، الاهلي بيخلص صفقه كبيره قوي من باكشتاش التركي، هو جاكسون موليكا كونغولي، هيجيبوا اعاره لمده 6 شهور بنيه الشراء. ده طبعا مهاجم قوي جدا وشرس جدا، الاهلي في طريقه ان هو يخلصه. الصفقه الاهلي قدر يحسمها بنسبه 90%، وهي في الرتوش الاخيره. اللاعب جاي لمده 6 شهور اعاره بنيه الشراء، لاعب مهاجم خطير وقوي. كده الاهلي بيدعم صفوفه قبل ما يروح يلعب في كاس العالم للانديه، وانا شايف ان طريق الاهلي يعني مش صعب قوي. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم، ما تبخلش عليه ابدا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. سلام.